السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض صينية سمك. السمك ده 3 سمكات دول اسمهم دينيس. والسمكية دي تقريبا اسمها وقار، مش فاكرة قوي بصراحة. والسمك ده جوزي اللي مصطاده، فانا مش فاكرة هو قال لي اسمها بس انا نسيت. انا هنا معايا بطاطساية كبيرة متقطعة كده شرايح، وطماطم وبصل وفلفل وليمون. وده توم، ومحطوط عليه الدقة اللي هي بتاعة الفلفل الأحمر دي اللي هي بتبقى حامية. وحط عليها وكمون، ومعلقة صغيرة كده كركم. وده ملح وشطة وكمون وكركم علشان نتبل بيهم البطاطس. انا هنا جبت الاول الصينية دي بس هتطلع صغيرة، فهغيرها واجيب صينية اكبر. ان السمك كبير فهو مش هيكفي في الصينية دي. اول حاجة هحط في الصينية كده البطاطس، وهفضي عليها البهارات دي اللي هي ملح وكمون وشطة وكركم. وهدعكهم كده في بعض في البطاطس عشان بس البطاطس تتبل يبقى فيها طعم، لان البطاطس اللي تحت السمك دي انا بحبها وباكلها يعني في ناس بتحطها بس عشان السمك ما يتحرقش ويلزق في الصينية، بس انا باكلها يعني انا بحبها. بعد كده هحط الطماطم، بعد كده البصل والفلفل. كل الحاجات دي اللي هي الطماطم والبصل والبطاطس، كل الحاجات دي انا بحب اكلها كده، بحطها على الرز وباكلها. في ناس ما بتاكلهاش يعني، بس انا بحبها. وعلى فكرة لا بيبقى طعمها زفارة ولا سمك ولا بيبقى طعمها اي حاجة، عشان في ناس اصلا بتقرف منها يعني. دي بقى التتبيلة اللي انا عاملاها، هحشي بيها كده بطن السمك، وهحاول ان انا اتبل السمكية نفسها كده من بره عشان يبقى فيها طعم تتبيلة. السمك ده طبعا انا منضفاه وشايله القشر بتاعه وشايله البطن بتاعته، منضفاه كويس ومغسول وكل حاجه. انا مش بنقع السمك، يعني بستغرب في ناس بتقول انا بنقع السمك وبحطه في ميه بملح وميه بخل، وكل الكلام ده بيخلي السمك طعمه مش حلو، بيخلي طعم السمك فيه زفارة. فكل ده ملوش اي لازمة اصلا، يعني انتي بتنضفيه بس بتشيلي البطن بتاعته وبتشيلي القشر بتاعته وكل حاجة وبتشطفيه بس كده تحت الحنفية وخلاص، مفيش داعي ان انتي تنقعيه اصلا. بس فانا كده تبلت كل السمك وحشيت بطنه. هحط بقى الليمون كده فوق الوش. انا هزود سمكية كمان، لان في سمك تاني هو جايبه برضو بس هو صغير. فحاولت ان انا اكبر واحدة فيهم وحطيتها برضو مع الصينية كده. هحط بقى كده فوق الوش زيت، مش هكتر يعني ان السمك بينزل دهون برضو. حطيت كده زيت بسيط، وهحط بس نص كوباية مية كده في الصينية من تحت عشان بس ما البطاطس ما تلزقش او تتحرق او حاجة. انا بقى دلوقتي هحطها على النار. أه هحطها على النار يعني، وهخليها على نار متوسطة، مش هعلي النار. وهسيبها مثلا حوالي 10 دقايق ربع ساعة. بعد كده هشيلها من على النار، هلفها بورق فويل، وهدخلها الفرن. هي كده هي خلاص كانت قربت، يعني داخلة خلاص على السوا. انا كده طلعتها يعني طفيت عليها وسبتها بس شوية عشان تهدى عشان اعرف الفها بالفويل. هلفها بقى كده بالفويل ومشغلة الفرن بسخنه، واحطها في الفرن. يعني مش هتكمل 10 دقايق برضو في الفرن، يعني مش هتطول. هي بس عشان تاخد طعم الفرن كده بيبقى طعمه حلو يعني. فدخلتها بقى الفرن. انا كده بشيل الفويل، هي كده خلاص استوت يعني هي اتحطت على النار من فوق واتحطت كمان في الفرن، فهي كده تمام قوي. ممكن بقى تشيلي الفويل ده مثلا وتحطيها تحت الشواية، يعني السمك ياخد لون بس كده. بس مفيش داعي يعني عشان ما ينشفش منك، هو كده بيبقى طعمه حلو يعني. هحطه بقى في الطبق وهوريهولكم. انا كده حطيته في الطبق بس ما حطيتش السمك كله عشان هيبقى كتير مش هيتاكل اصلا كله. حطيتهم دول بس كده في الطبق، وهو ده كده شكله ومستوي وكل حاجة. انا بعمل السمك ده على طول بالطريقة دي. وده كده بقيت السمك ده مقلي. ده علشان صغير شوية ما حبيتش ان انا اعمله صينية علشان ما ينشفش،
يعني انا الكبير بس بطلعه وبعمله صينية، والصغير او الحجم الوسط ده بقليه. هو كان جايب اكتر من كده والله، بس انا مش بعمله كله يعني عشان بيكون كتير فمش بيتاكل كله، بعمل على قد اللي احنا هناكله بس. بس كده، وما تنسوش تعملولي لايك، ومع السلامة.